بسم الله الرحمن الرحيم. نستضيف اليوم قامة فكرية الأستاذ الدكتور خالد جلبي. نريد أن نعرف دكتور خالد جلبي رأيك في شعورك في هذه وأنت تأتي إلى مدينة سيدي إفني. شعوري أنا أولا يعود الفضل ولد الحارث أو الحراث والذي أتى بي إلى هذه المدينة الجميلة. مدينتكم تحفة ما شاء الله. يعني أنا كل ما أجي لمدينة أعشقها، فمجرد ما بدينا بالجبال ننزل من الجبال تجاه المدينة صارت مو معقول الجمال واللطافة الموجود فيها. سواء أن عندي ملاحظة أنه لا يليق بالبلد أنه يكون في قمامات هكذا جنب البحر، يجب أن تنتبهوا للنظافة. في عمومها نظيف المدينة، بس يمكن المنظر هذا ما عجبني. هذا فيما يتعلق في الأمر الأول. السؤال بالنسبة للسؤال الثاني دكتور، ما هو شعورك وأنت ترى أفكارك تطير يعني إلى مناطق بعيدة نائية مثل مدينة سيدي إفني؟ ما هو شعورك وإحساسك؟ شعوري أنا مزدوج. شعوري من جهة أنني أخاف أن أضلكم، أنه لازم أنت تركبوا العقل النقدي عندكم. أنا ما أقوله يمكن يكون خرابيط أيضا، يعني صحيح. كثير انتبهوا إلى أن أي فكرة جديدة حطوها للفلترة للتأكد منها، لأنه المياه فيها بتكون أحيانا جراثيم وأحيانا مصايب فانتبهوا. يعني أي إنسان أنا ولا غيري حطوه على الفلترة النقدية، وبالتالي طبعا الذي يكتب يمكن يصير عنده شعور أيضا حتى أنكم تخربونه. يعني قد قامة كبيرة والمفكر يا جماعة تعلموا كلمات بسيطة. الأخ فلان عبد من عباد الله، شايف؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. يعني ما قامة كبيرة قولوا كلمات بسيطة. أخ، أنا كبير عندكم كأخ كبير، فلان كبير في السن، الأخ فلان، سموني بس، لا قامة ولا مفكر ولا لا كلها الخرابيطة. طبعا أنا أنسر إنه لأنه في شغلة اللي أنا عرفان أن نتيجتها إيجابية، هي فكرة اللاعنف. لأن اللاعنف تعني العقلانية وتعني البلد أن لا يطلع في مجانين. لأن الحرب والقتال والعنف يعني ثلاث، يعني الجنون والجريمة والإفلاس الأخلاقي. هاي باختصار ثلاثة. سيدي إفني مدينة يعني معروفة بحركات احتجاجية ويعني كبيرة. ما هي رسالتك إلى الشباب؟ رسالتنا الشباب اجتنبوا العنف. يمكن الإنسان عن طريق الحوار، عن طريق وسائل لا نهائية، حتى ما يسمى بالمقاومة السلمية، النضال السلمي، بحيث أنه بعدين نحن حكينا بالمحاضرة أن موضوع المبادرة. هلا هالقمامات الموجودة يعني من الذي سيقوم بتنظيفها؟ خلي هذول الخطباء المساجد لما يتحدثون عن حوريات وعن رؤية الله في الآخرة وعن قوموا قول أنا الخطيب ينزل يقول أنا نازل أنظف البلد، تعملوا حملة تطوعية بحيث تنظف البلد. لا تحملوا شعار مدينة نظيفة، مو بس هيك. إذا في أمكنة تحتاج صباغ دهانات اعملوا مشروع ما يسمى مشروع الدرهم الواحد. يا جماعة كل واحد برع درهم، والدرهم شيء 500 درهم أو 1000 درهم، ناخذ فيها صباغ ويطلع إمام المسجد ولا الكذا ياخذوا معهم صباغ والفراش الشيتا ميتا شو بسموها هاي، وروحوا اصبغوا الشوارع الأرصفة. لازم بيسموه الألماني برجر شيء انيشيتيفي، مبادرة بحيث أن مدننا تكون نظيفة. حي واحد لما يفوت للمدينة يقول ما شاء الله إن هؤلاء. فبهالطريقة هاي إنه أو مريض يحتاج مساعدة أو إنسان يحتاج نصيحة أو واحد دخل بكرب يحتاج إلى أي شيء، يعني فهذا لازم تكون موجودة. شباب أنا رأيي أنه يكونوا عقلانيين وأنه يقوموا بالمبادرة لتصحيح ما سماه هذا الأخ اليوبي سماه الواجبات الصغيرة. يعني هذا هي روح الحضارة، هذه الحضارة. يعني في المساجد مثلا إذا أمكن أن ينظم حلقات علم تعليمهم، بدأ من قراءة القرآن على وجه سليم أو علم الحديث أو كوسمولوجيا أو علم في الأنثروبولوجيا، بحيث واحد يعمل له محاضرتين ثلاثة في علمين ثلاثة، أو علم الألسنيات أو البرمجة اللغوية العصبية أو التسلح في التاريخ أو وضع المرأة أو الأديان المقارنة. يبحث كثير.